يا صباح الهنا والفرح والسعادة يا رب على قلوبكم دايما. النهاردة ان شاء الله هنفرز مع بعض شوية حاجات كده لرمضان، وكمان هنعمل شوية مخلل كده حلوين. يعني امنياتنا ان هم يقعدوا لرمضان، بس هقول لكم مفاجأة. يلا هندخل على مقاديرنا وعلى الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبتدي كده تصلي على النبي كتير عشان تهل بركة رسول الله في الفيديو، وما تنسيش اللايك. عندي طبعا هنا موسم البرتقان، ومش هتخزنه بقى السنة دي برتقان بلدي، لا برتقان بسرة وزي العسل، طعمه حلو جدا وكمان مليان مية وما شاء الله يعني، وانتوا بتقشروه مش هتخلوا اصلا حاجة تتخزن. طبعا البرتقان اليومين دول رخيص جدا جدا ومالي الاسواق حاجة كده اللهم بارك كتيرة. فطبعا هنجيب كمية كده زي ما انتوا حابين، عايزين تجيبوها شروة هي كده ولا كده مش هتفرق كتير، هتتخزن حتى لو حجمه صغير. هتجيبي البرتقان بتاعك وتقشري، تاخدي القشرة اللي بره بس اللي لونها برتقاني، وما تاخديش القشرة اللي من تحت علشان في التخزين ده لو كنتي هتخزني القشر بتاعه. طبعا القشر ده ينفع طبعا للكيكات اللي بتعمليها بالبرتقان، ينفع لزفارة السمك او الفراخ او اللحمة. انا بخزنه من السنة للسنة واللهم بارك، مش بحتاج اي حاجة من بره، سواء بقى لريحة زفارة الفراخ او اللحمة او حتى للكيكات او حتى بسكوت البرتقان بيطلع معايا زي العسل من القشر ده. المهم ان انتي ما تاخديش القشرة التخينة او القشرة البيضة اللي من جوه، عشان لما بتتخزن بتمرر، مع ان ده انا ما شفتش يعني صحة المعلومة دي، ما جربتهاش، بس يعني من زمان واحنا ماشيين على الطريقة دي. طبعا اللي مش هيخزن طبعا القشر او مش هيستخدمه للكيكات عادي ممكن يقشرها زي ما انتوا شايفين كده، يحتفظ حتى بالقشرة التخينة يدوب للزفارة بتاعة السمك او الفراخ، وبيقعد معاكي من السنة للسنة. انقعي كده فرخة ولو ل3 4 ساعات بقشر البرتقان، قطعيه حتت حتت كده جوه المية، هتحسي بريحة انتعاش فوق الرهيبة، ودي حاجة انا مجرباها في كل الوصفات اللي بعملها. تقشريه كده زي ما انتي شايفة، تعملي طبعا الكمية كلها. احنا طبعا قعدت عيالي وخليتهم يقشروا معايا عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت. هتشيلي بقى الحتة بتاعت اللي هي السرة اللي من ورا، علشان طبعا بتبقى فيها حتة مررة، وتقطعيها زي ما انتي حابة. المهم ان انتي الحتة اللي من ورا بتاعت البرتقال بتشيليها، لانها بتبقى مررة جدا ومش هتحبيها خالص في العصاير. هتقطعي بقى شرايح، تقطعي مكعبات، تقطعي زي ما انتي حابة الشكل او الحاجة اللي هتخزني فيها على شكلها. قطعي البرتقان، يعني مثلا لو عندك علب ممكن تقطعي حتت اصغر من كده، انا عشان هحطه في اكياس من البلاستيك مش عايزاه ياخد مكان، وهقولكوا ازاي تتخرجوا الهواء منه بمنتهى السهولة. وطبعا لو حابة تحطي عليه جزر، انا خزنته بصراحة السنة اللي فاتت بالجزر، وعيالي ما كانوش حابين قوي يشربوه، ولانها اذواق كل بيت او كل طفل وليه ذوق، فخزنت الكمية كلها من غير جزر، بس عملت كيسين كده صغيرين عشاني انا وبجزر قليل. طبعا المفروض ان انا كنت سلقت الجزر، بس كده ولا كده هياخد اي خضار او اي نوع خضار بيدخل الفريزر بيطلع دبلان كده، ومش محتاج ان هو حتى يتسلق، فمش هتفرق كتير الخطوة دي لاني انا حاطه جزرتين في الكيسين، يعني بما يعادل لكل كيس جزرايه. هتجيبي بقى اي شفاط عندك، دي طبعا الشاليمو بتاع الكوبايات الجاهزة اللي انا وريتها لكم قبل كده، هتخرجي منه الهواء بمنتهى السهولة، عشان اولا ما ياخدش مكان، ثانيا ما يعملش تلج من جوه الكيس. الطريقة دي خروج الهواء من الكيس بتساعدك طبعا ان الكيس ما يعملش تلج من جوه، وفي نفس الوقت ما بياخدش مكان خالص خالص نهائي في الديب فريزر. بتظبطي الكمية بتاعتك كده زي ما انتي شايفة، وتعدليها وتسويها جوه الكيس، وكمان تبتدي تسحبي منها الهواء، بيتسحب معاكي بمنتهى السهولة، ولانك ده
اكياسك واكلك في تلاجتك، فما تحسيش بقرفة من الخطوة دي، لانها لو متاح المكنة بتاعة شفط الهواء من الكياس هتوفر عليكي كتير، بس بما انها غالية فالجيش بيقولك اتصرف. جبنا كده الشفاط بتاعنا وسحبنا الهواء من الاكياس وخليناها كلها بالمنظر ده، كمية اللهم بارك وفيرة، وتقعد معاكي رمضان كله. ولا هتحتاجي بقى للبرتقان البلدي تعصريه، ولا تطلعي البذر اللي فيه، ولا حتى تزودي له سكر. البرتقان ابو سرة بيبقى مسكر وتحفة، وكمان بما انه الموسم بتاعه السنة دي اللهم بارك ما دقتش برتقانايه فيه محدقة ولا مملحة، كله ما شاء الله اللهم بارك مش محتاج، وكمان ميته كتيرة ومش هتحتاجي تحطي او تزودي فيه مية كتير. ده الشفاط او الشاليمو اللي انا عملت بيه، وده الكيس اللي انا خزنته من قشر البرتقان ده. انا زي ما انا قلت لكم لزفارة الفراخ او السمك او حتى اللحمة بيديني ريحة انتعاش كده رهيبة. وده شوية البرتقان اللي اتبقوا، ده غير اللهم بارك اللي اكلوهم يعني دول تقريبا كانوا 13 كيلو او 14 كيلو من البرتقان، هما دول بس اللي خزناهم، والباقي اللهم بارك اتاكلوا. المهم ان انتي سطرتي البيت وكمان خزنتي وعملتي اللي قدام. تعالوا بقى هنعمل شوية الجزر دول. كان عندي شوية جزر كده ملهمش اي ريحة اللازمة، ال3 ب10، حاجة كده رخيصة جدا جدا، بما ان الجزر اليومين دول برضو زيه زي البرتقان مالي السوق. فهنبتدي نعمل شوية مخللات ومش هيكلفونا حاجة، حتى الملح مش هنحتاجه. وهقول لكم دلوقتي ممكن تعملوا ايه لو عندكم بقية مية مخلل قديمة. هتجيبي الجزر بتاعك طبعا تغسليه كويس جدا، مش هتخلي فيه تراب من بره. هتشيلي الحتة اللي من فوق واللي من تحت وتفتحيه من النص. طبعا التقطيع على حسب ذوقك، زي ما انتي حابة، عايزة قطعة صغيرة عايزة قطعة كبيرة زي ما انتي حابة. هتجيبي المقشرة دي، انا جايباها ب5 جنيه، مش عارفة دلوقتي غليت ولا ايه، بما اني كل حاجة بقت في الطالع فاكيد هتلاقيها زادت. من اي محل مستلزمات يعني ادوات منزلية، ادوات مطبخ، طبعا هتلاقيها عندهم بمنتهى السهولة. اقل نوع مقشرة وقطاعة فيها القطاعة المشرشرة دي حلوة جدا جدا للمخلل وسعرها رخيص جدا. هتجيبيها وتبتدي تقطعي المخلل بتاعك الحجم اللي انتي حباه والشكل اللي انتي حباه. انا عملته كده عشان لا يبقى صغير قوي ولا يبقى كبير قوي، وحاجة كده شكلها حلو زي بالظبط اللي بنشتريه من بره. وكان على امل، يعني انا قطعته كبير شوية، كان على امل ان هو يقعد لرمضان، بس هوريكم المنظر في الاخر عامل ازاي. طبعا تبتدي بقى تقطعيه بالاشكال اللي انتي حباها. انا طبعا كنت مقطعه الكمية كلها. وده برطمانات المخلل اللي انا عملتها معاكم قبل كده، لو تفتكروا ده برطمان بتاع الزيتون والبرطمان التاني بتاع الليمون. تحسي ان هو زي بالظبط خميرة المشي، يعني حاجة كده مركزة. طبعا بتاع الزيتون ده انا كنت حاطه نص الكمية ليمون والكمية كلها زيتون، فمليان بليمون والملح بتاعه مظبوط جدا. ما زودتش اي حاجة، وحطيت الجزر بتاعي طبعا اللهم بارك، كان الزيتون خلصان والليمون كان فيه كام واحدة كده، يعني البرطمان قرب يعني يفضى. بس المية بتاعته طعمها تحفة ومليانة بالليمون والملح ومظبوطة جدا جدا. جبت الجزر طبعا بعد ما غسلته وتصفى، ابتديت بقى احطه في البرطمانات واسيب شوية في البرطمان فاضي، علشان اي مخلل في الدنيا بتخلليه بحس ان هو بيتنفس وبيخرج شوية مية من البرطمان. فما تعبيش البرطمانات بتاعتك قوي بتاعت المخلل، لانها كده ولا كده المية بتاعتها بتزيد وبتحسي انها بتدلق من البرطمان. طبعا دي الكمية اللي انا حطيتها في البرطمان بتاع الزيتون. وللعلم البرطمان بتاع الليمون طالع الجزر بتاعه طعمه احلى، بما انه اصلا
اساسه الليمون والمخللات، بتبقى حلوة جدا جدا لما بتزودي لها ليمون او مادة حامضة. فبصراحة طالع البرطمان ده احلى كمان من البرطمان التاني. البرطمانين اللهم بارك ما قعدوش، مفروض ان انا مخللاهم لرمضان، بس طبعا بقوا المراحيم دلوقتي ما فيش منهم يعتبر يعني شوية، مش هيكملوا حتى طبقين، حاجة كده قليلة جدا اللي موجودة من كتر حلاوته وجماله. طبعا بتكرري نفس القصة دي طول ما انت عندك المية بتاعة المخلل، ومش بتزودي عليها ملح ولا حاجة. لو حسيتي ان ملحها قليل او ابتدى اللي بتخلليه شرب الملح اللي قبله، يعني اللي خللتيه قبله شرب الملح، فبتزودي قد معلقة ملح او معلقتين ملح بس. كالمية ما شاء الله عليها مظبوطة جدا، ومش محتاجة ليمونها، واخدة ليمونها واخدة التوم واخدة هريسة الشطة وواخدة الملح وحاجة كده اللهم بارك، مش محتاجة حاجة. طبعا دول البرطمانين اللي كانوا موجودين عندي. وهقول لكم دلوقتي لو حابين تعملوا مخلل بنفسكوا هتعملوا ايه. دول طبعا البرطمانين خلاص عبيتهم وحطيت كيس كده وقفلتهم، وهوريكوا ساعة ما فتحتهم اصلا كانوا تقريبا قربوا يخلصوا. حطيت كيس كده علشان خاطر يخرج الهواء وما يعملش وش من فوق. وعايزه اقول لكم 3 ايام بالظبط وبتاكلوا من الجزر ده. وطبعا لو حابين بتحطوه في التلاجة، وده اكتر حاجة بتعجبني جدا في اي مخلل، بيقعد كده بالبرطمان في التلاجة، ما بيعملش وش من فوق. الوش الابيض ده مش بيعمل وش، انتي ولا بتحطي زيت ولا بتحطي حاجة. لو عندك مكان ممكن تحطيه على كده، ما بيعملش وش وبيديكي طعم حلو جدا جدا، وريحته ما بتزنخش او بيطرى او اي حاجة، التلاجة بتحافظ عليه. ده طبعا الجزر اللي متبقي مش هرميه اكيد. جبت برطمان كده ازاز وابتديت احطه، وهعمل بقى المية بتاعته دلوقتي قصادكم. ده للناس اللي مش عندهم يعني مخللات قديمة ولا حاجة. حطيته في البرطمان وجبت قرن فلفل كده مشطشط عشان يديله طعم حلو، ده طبعا حسب الرغبة. وابتديت احط قرن الفلفل وانزل عليه بشوية حاجات بسيطة كده هتخليه حاجة كده اللهم بارك زبدة. سواء بقى خللتيه في برطمان لوحده، خللتيه في برطمانات قديمة 3 ايام وبتاكلي منه. نزلت عليه بفص واحد من التوم، ويفضل ان هو يبقى فص سليم. ونزلت عليه بمية عادي من الحنفية، ما فيها اي مشكلة يعني، ولا غليتي مية ولا عملتي حاجة. بس ده بقى اكيد بعد اليومين او بعد ال3 ايام بتحطيه في التلاجة عشان ما يعملش وش ابيض معاكي. نزلت الجزر بتاعي سقطته كده كويس في البرطمان ودخلته، واتأكدت ان المية مغطياه، وفي نفس الوقت ما يكونش المية بتاعته كتيرة، عشان زي ما قلنا اي مخللات بتخلليها بتتنفس فبتخرج ميتها او بحسها بتزيد بالملح. بما انه جزر فبينزل المية بتاعته مع المية اللي موجودة فبيملى البرطمان. نزلت عليها هنا بمعلقتين ملح، والمعلقتين ملح دول على حسب الكمية اللي بتعمليها، وعصرة ليمونة كاملة، وحطيت القشر عشان حتى لو عمل وش ابيض من فوق الجزر بتاعي ما يتضرش وبرضو يتاكل. قشر الليمون كده ولا كده بيترمي. وقفلت عليه زي ما انتوا شايفين. قلبنا الملح، طبعا عندك عود كرفس حطيه مفيش فيها مشكلة، عندك شوية خل، بس الجزر مهما كان ما بيكملش ال3 ايام، فبلاش من الخل عشان ما يهرهوش بدري بدري. وتحافظي على اكبر كمية تبقى موجودة عندك، بدل ما تروحي تشتري الكيلو ب30-40 جنيه. حاجة كده عاملاها ببيتك وب10 جنيه عملتي 3 برطمانات زي ما انتي شايفة اللهم بارك، حاجة كده تحفة وعاملاها بايديكي طبعا. تعالوا بقى نفتح عليه ونشوف منظره عامل ازاي. ده طبعا بعد ال3 ايام اللهم بارك، حاجة كده جامدة جدا. عملناه مع شوية عدس، وزي ما انتي شايفة البرطمان التاني تقريبا يعني كان اخدنا منه كتير جدا، كان قرب يخلص زي ما انتي شايفة. ده طبعا كان من 4 ايام. دلوقتي اللهم بارك ما عادش فيه، وجبنا جزر تاني، وهنعيد نفس الخطوة دي مرة تانية في نفس البرطمان. بصي اللهم بارك كان يعني ما كانش مليان قوي، كان قرب يخلص.
ده من بعد ما كمل ال3 ايام كان ما شاء الله عليه. طبعا اكلنا منه بدري بدري، وكان زي ما انا قلتلك طعم الليمون تحفة تحفة فيه، مخليه مستوي قوي طعمه حلو مش مسكر. الجزر بالذات اول ما يبتدي يدخل في مرحلة السوى او قبل ما يدخل في مرحلة السوى بيبقى مسكر شوية، جربي كده افتحي عليه بدري هتلاقيه مسكر. وبعد كده بيكمل سواه بعدها زي ما انا قلتلك ب3 ايام من تخليله بتبتدي تاكلي منه. وده طبعا البرطمان التاني اللي كنت مخلله فيه زيتون، حاجة كده اللهم بارك. مش قادرة اقول لكم جربوا الوصفة دي، ولا حطيته ملح ولا عملته حاجة، خللته بيها كله في الجاهز كده وكله في السريع. طبعا عايزاكم تجربوا الوصفة دي. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. كان معاكم اسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.